يا هلا وسهلا فيكم من جديد. أنا ليدي موني. فيديو اليوم عبارة عن نصايح للعرايس الجدد حسب خبرتي وتجربتي، بما أني متزوجة من 2 سنين. راح أقول لك كيف تقسمين مهرك، إيش الشغلات اللي المفروض تشترينها، إيش الشغلات اللي المفروض تقللين منها، خصوصا للبنات اللي ميزانيتهم متوسطة إلى بسيطة وحابين يعرفوا كيف يستفيدوا من المهر إلى أقصى درجة. فرح أعطيكم نصايح، اقبل اللي يتناسب معاك منها واللي ما يتناسب معاكي أو مع عاداتك منها طبعا طنشي ولا كأنك سمعتي. وخلونا نبدأ بالتفاصيل. أهم خطوة أنصحك فيها إنه قبل ما تبدي تشتري أي شيء اعملي خطة شرائية، اكتبي كل التفاصيل في دفتر. نصيحة، لا تحاولي إنك تدوري أي خطط موجودة في الإنترنت، لأنه اللي يناسب غيرك مو شرط أبدا إنه يناسبك. فمثلا لو كنتي زيي حتتزوجي وتبتعثي مع زوجك، أو مثلا من عاداتكم أنكم ما تزوروا العروس كثير بعد زواجها، حيكون آخر همك ملابس الزيارات، الفساتين وملابس الاستقبال. فاعملي خطة حسب وضعك انتي، حسب عاداتكم، حسب تقاليدكم، وشوفي إيش يناسبك بالضبط. في كثير بنات يمكن هذه أول وآخر مرة يمسكوا مبلغ بهالحجم، فهذه فرصة انك تعالجي فيها المشاكل اللي متعبتك من سنوات. فخصصي مبلغ مثلا لعمل ليزر لجسمك لو كان شعر جسمك كثير، مو شرط تسوي باكج كامل، لو كم جلسة بس. لو عندك تبقعات، اسوداد او شيء، حاولي انك تروحي عيادة تعالجينها. حاولي تعملي لشعرك معالجات كذا تنعمه. لو وزنك زايد كمان روحي الأخصائية، ادخلي نادي. فهذه الأشياء اللي راح تبقى لك. كل الملابس راح تترمي بعد فترة، تجهيزات العرس الفخمة راح تنتهي بنفس الليلة وتبقي أنت زي ما أنت. يمكن حتى هذه المشاكل ممكن تتعبك أكثر بما أنك الآن متزوجة، فهذا الشيء ممكن يحرجك. فحاولي تعطي نفسك كل الاهتمام، حتى لو تنقصي من التوزيعات وهدايا العرس والشغلات هذه اللي أحيانا ما لها داعي أصلاً. طيب الآن راح تبدي بالتسوق، وهذا الجزء جدا جميل وممتع. بس نصيحة مني، اعتبري كل قطعة تشترينها استثمار. بمعنى بدل ما تشتري 3-4 شنط من ماركات عادية أو بسيطة كل واحدة قيمتها حوالي 300 ريال، اشتري شنطة أو شنطتين بقيمة هذا المبلغ كله من ماركة حلوة فخمة تجلس معاك سنين، جلدها حلو، فشي كذا حلو تسوينه، خصوصا إنه أنتي عروس. فنصيحة، إذا كانت أصلا ميزانيتك محدودة وراح تشترين قطعة غالية، خذ القصات والألوان الكلاسيك اللي لو تلبسينها بعد 10 سنوات عادي أبدا موضتها ما راحت. مو شرط أبدا إنك تشترين ماركات جدا غالية، لا، روحي للماركات اللي مثلا زي كوتش أو مايكل كورس، شنطهم خامتها ممتازة جدا جدا وعملية. يعني شنطتي هذه تقريبا استخدمها بشكل يومي من 3 سنوات ولسه شكلها كأنها جديدة. فحاولي كمان تشترينها بالتخفيضات، حتكون أوفر لك. فتقريبا شنطة عملية، شنطة سهرة من مكان حلو وكذا فخم، حتكون جدا كفاية. وهالكلام طبعا ينطبق على الشوزات. أبدا مو مهم تاخذي كمية كبيرة، سلاسل، أساور، حلقان، وكلها تكون إكسسوارات، لأنه كلنا عارفين بعض الإكسسوارات حتى ما مدانا نلبسها لونها يفسخ وهي في الدرج. فلا حد يضحك عليك كمان ويقولك إكسسوارات الماركات. صدقيني أنا اشتريت كثير إكسسوارات من ماركات كلها يفسخ لونها بس بعد فترة أطول من الإكسسوارات العادية. أنا ما أقول لك لا تشترين إكسسوارات بسيطة خلاص للأبد أبدا، أنا برضو لسه أشتري منهم. اللي أقصده إنه أنت عروس وهذه فرصة، المبلغ اللي معاك حاولي إنك تحطيه في الذهب، لأنه بالنهاية ذهب باقي لك للعمر، مو إكسسوار بعد كم شهر ممكن يفسخ لونه وترميه. حتى لو ما تقدري مثلا تشتري قطع كبيرة أو قطع غالية، خصوصا إنه الذهب أسعاره غالية هالأيام، خذي شغلات كذا ناعمة يومية. شي حلو إنك كعروس يكون كذا عليكي ذهب. بس إذا ميزانيتك ما تسمح، اشتري فضيات أو اشتري المطليات. وهنا من جد استغلوا أوقات التخفيضات، لأنه تخيلوا هالحلق كان من جد عاجبني لكن سعره كان شوي غالي ومبالغ فيه. فأعطيت البائعة رقمي وقلت لها إذا خفضتوا ارسلوا لي.
وبيوم جاني مسج انهم خفضوا، رحت اشتريت هذا الحلق وحلقين بنفس قيمة الحلق الاول. فمن جد من جد استغلوا وقت التخفيضات. كمان هالشي ينطبق على الساعات. خذي ساعة حلوة ماركة حسب ميزانيتك. لو ميزانيتك ضيقة ومحتارة بين ساعتين ذهبي وفضي، خذي واحدة تكون تجمع بين اللونين. أساسا هذا الشي صاير موضة، ومنها تقدري تلبسينها مع كل الإكسسوارات سواء فضي أو ذهبي. هذا طبعا للساعات اليومية. أما إذا كنتي ما تلبسي ساعات بشكل يومي وبس مخصصتها للمناسبات، خذي ساعة بلون يتناسب مع أغلب ألوان إكسسوارات السهرة اللي عندك. نيجي للنصيحة اللي من جد كنت أتمنى أحد قالها لي. بما أنك لسه ما تعرفي ذوق زوجك، لا تشترين كثير. هذا الكلام ينطبق على شغلات كثير، من أهمها العطور. مو شرط العطر اللي أنت تحبينه هو راح يحبه، فخذي كذا كم عطر لك أنت، كعطر فخم مثلا ليوم عرسك، عطر رايق لشهر العسل. بعدها بتبدين تتعرفين على ذوقه أكثر. بعدها ممكن عاد تروحين تشترين عطور ثانية تناسبكم أنتوا الاثنين سوا. ونفس الشيء هذا ينطبق على ملابس البيت. حاولي ما تكثرين كثير قطع، يعني قطعتين من كل نوع من كل طول حتكون جدا كافية لحد ما تعرفي انتوا الاثنين ايش تحبوا ايش يناسبكم. وبعدها ممكن تروحوا تشتروا سوا. صدقيني السوق ما حيقفل ابدا يعني. اوكي. وكمان هذا الكلام ينطبق على كريمات الجسم المعطرة، على مجموعات الجسم. خذي طقمين كاملة من شاور جيل، معطر جسم، كريم جسم، كل التفاصيل حقته. طقمين راح تكون جدا كافية. بعدها بفترة بعد ما تملين منها تقدرين تشترين شغلات ثانية. نيجي الآن لنصيحتي في المكياج، اللي أنا أستغرب صراحة ليش في بنات يسووا كذا. لا ترمي مكياجك القديم، خصوصا إذا مكياجك أصلا كان ماركات. من الأساس أنت تشتري أشياء حلوة وما انتهت مدة صلاحيته، ليش ترمين وتشترين جديد؟ نصيحة قبل فترة من زواجك، افرزي كل مكياجك. خذي كل اللي ينفع تشيلينه معاك، زي الفرش، الباليتات، الشادوهات، المناكير، الأرواج. هذه كلها أشياء مدة صلاحيتها مرة طويلة بالسنوات تقعد. واكتبي اللي ناقصك، مثلا ناقصكي أساس سهرات، رموش، عدسات، الشغلات هذه اللي الواحد يستهلكها بسرعة. كمان الماسكرا ممكن تشترين كذا واحدة، لأنه أصلا مدة صلاحيتها 3 شهور. بس أبدا لا تفكري أنك تشترين مكياج كامل من أول وجديد، يعني من جد حرام، راح يكلفكي أصلا كثير على الفاضي. بس أحس أني سولفت كثير عليكم، مع أنه أحس لسه عندي كلام كثير أبغى أقوله، بس ما أبغى أطول عليكم وتملون في المقطع. لو شفت تفاعل كبير على هالفيديو إن شاء الله راح أجهز الجزء الثاني في أقرب وقت. وأتمنى تكونوا أنكم استفدتوا. لو كنتوا عرايس جدد ألف مبروك حبايبي وتتهنون يا رب. كمان أرسلوا لي العرايس اللي تعرفونهم، صحباتكم أو قرايبكم، إن شاء الله يفيدهم. وبس هذه قناتي، شرفني اشتراككم فيها. هذه قناة سناباتي، حياكم برضو. وهذه فيديوهاتي الأخيرة، سيروا عليها إن شاء الله تنبسطون. وباي باي.